السلام عليكم، ألف مبروك للنادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي، المركز الثالث للمرة الرابعة. البرونزية الجميلة، البرونزية اللذيذة، البرونزية اللي متعودين عليها. أنا عارف إن بعض الجمهور وأنا منهم، أو معظم الجمهور، يعني كلنا من بعضنا كنا شايفين إن الموضوع ده خلاص بقى، فقدنا الشغف وفقدنا الأهمية بعد خروجنا من فلومينينسي، وإننا ما صعدناش للنهائي. ولكن ده مش هيلغي او مش هيحقق ان البطولة دي مهمة جدا ان انت تطلع فيها بمركز وبترتيب، بمركز ثالث وبرونزية. الترتيب ده بعد كده هيبقى مهم في البطولات اللي جاية، من ابتداء من السنة الجاية واللي بعدها. ولكن مش ده بالنسبة لي المهم. البطولة خلاص راحت، مجرد انت ما صعدتش نهائي بالاداء بتاعنا، بالحجم بتاعنا، بالحجم اللي احنا شايفين نفسنا بيه. احنا شايفين النادي الاهلي يستاهل، ويستاهل يوصل النهائي، ويستاهل يكون احسن من فرق كتير موجوده في البطوله دي. يستحق على الاقل يكون التاني، وبالفعل النادي الاهلي فعلا يستاهل ده. ولكن خلاص قدر الله وما شاء فعل. ما كانش فيه توفيق، ما كانش فيه اراده من ربنا، ما كانش فيه اراده من الحكم. حصل ايا كان اللي حصل. ممكن تبقى كويس زي ما كنا كده وما تصعدش، وممكن ما كنتش تبقى كويس بالطريقه دي وكنت تصعد. ففي الاول وفي الاخر هي اراده ربنا وقدر الله ما شاء فعل. ولكن الاهميه او الفائده بالنسبه لي الكبيره في البطولات اللي احنا داخلين عليها، او في البطولات اللي احنا مكملين فيها. احنا كنا طالعين حرفيا من مستنقع، احنا كنا طالعين من مقلب زباله. اداء حرفيا ما كانش فيه، اداء صفريا. ما كانش فيه اسماء للاعيبه، الاسماء خلاص كانت مجرد اسماء بتجري في الملعب، ولكن ما كانش فيه اي اداء. ما كانش فيه اي لياقه، ما كانش فيه اي اداء لا فردي ولا جماعي. فبالتالي دي حاجه معنويه كبيره وجميله جدا نبني عليها. عندنا ماتش مع شباب بلوزداد، عندنا بطولة السوبر الأفريقي في الإمارات، عندنا لاعيبة منضمة للمنتخب، عندنا يعني أقصد بطولات كتير داخلين عليها. مهم جدا إننا نحقق حاجة، لأن إحنا السنة دي يعتبر أول إنجاز حققناه السنة دي بعد ما فقدنا بطولة السوبر الأفريقي والسوبر ليج الأفريقي. فخلاص بطولتين فقدناهم. عندنا الدوري مكملين فيه ان شاء الله، نكمل فيه. عندنا بطولة كاس السوبر في الامارات. فمهم جدا نكمل على الاداء اللي احنا نهينا بيه ده. مهم جدا نرجع بروح وبمعنوية عالية، لان انا متخيل لو احنا خلاص فقدنا الشغف واللعيبة فقدت الشغف والمدرب ومفيش اي حد حكيم او اي حد فاهم ب 2 جنيه اي حاجة يفهم اللعيبة دي ان احنا لا محتاجين اننا نكمل ونرجع. طيب لو كنا خسرنا كان الحال هيبقى ايه؟ احنا شفنا احنا لا بس لما خسرنا دور قبل النهائي وما صعدناش النهائي وما لعبناش مانشستر سيتي، وخسرنا من بطل امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه فلومينينسي. احنا شفنا اتعمل فينا ايه. في ناس حرفيا اصلا ما تعرفش حاجه عن كاس العالم، يعني كل اللي تعرفه ان هي كانت تتفرج معانا. يعني وقت ما كان بيتذاع في اليابان كانوا هم بيكملوا نوم الصبح عادي، احنا كنا بنهرب من المدرسه وبنتفرج. في ناس تانية ما كانتش تعرف عنه حاجه، يعني ما كانوش بيهربوا من المدرسه. عارفين الناس دي جابت يعني كان عندها من البجاحه ان هي تشوفك ان انت حرفيا انت ايه اللي بتعمله ده، انت ازاي تخسر كده، بيحفلوا علينا. خسر الماتش اللي فات من مصر 3-0. فانت متخيل بالمعنويات اللي كنت هترجع بيها، بالانتقادات، باعلام، بجمهور النادي الاهلي نفسه. ما احنا كجمهور احنا ما كانش هيبقى عندنا ثقه في اللعيبه دي، كنا نقول احنا مش عايزين نعمل الاهلي يكسب، خاص احنا ما بقتش فارق معانا البطوله. وكانوا هيرجعوا يخسروا لك حتى كمان المركز الثالث اللي كنا بنجيبه ما انتش عارف تاخده. ورينا يا عم قدام شباب بلوزداد هتعمل ايه، فرجنا يا عم الصقر. فمش هنخلص، كنا هنخش برضه في دايره وفي دوامه. احنا نهينا باداء كويس جدا. لو ما كملناش على الاداء ده اللاعيبه تلام وتلام جدا، ومفيش اي مبرر لا الكولر ولا اللاعيبه، عشان نبقى واضحين وعلى نور وبس. طبعا مباراه النهارده الاهلي سيطر. والله كان صعبان عليا اقسم بالله النهارده النادي الاهلي ده ما يكملش، ما صعدش. يعني فلومينيز يا جدعان احسن من النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم احسن كوره واجمل كوره في البطوله دي. ما تقوليش مانشستر سيتي، عشان مانشستر سيتي ما لعبتش غير ماتش. لو لعبت اكتر كانت هتهدي، كانت هتبقى احسن من الاهلي. لكن حرفيا لحد اللحظه اللي احنا فيها دي الاهلي احلى فريق واكتر فريق ادى كوره جميله في البطوله دي، واكتر فريق كان يستاهل يصعد النهائي قدام مانشستر سيتي. لكن زي ما قلنا قدر الله وما شاء فعل. جايز ربنا شايل الافضل في البطولات اللي جايه، جايز ربنا شايل الافضل للعيبه دي وللنادي الاهلي. ربنا يكرم النادي الاهلي ويوفق النادي الاهلي ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لكل الاهلاويه، وشكرا.